افشل سبب من ضمن اسباب فشل طلاب ثانويه عامه، وهو ان الطالب يجي يقول لك والله يا محمد بص انا حاسس ان اللي انا بعمله ملوش لازمه، وان انا مش هوصل، وان انا. طب ايوه هتعمل ايه؟ والله بص خلاص بقى، احنا نسيبها على الله، واحنا ذاكرناهم ذاكرناهم. الشهر الجايين دول مش قادر اذاكر بصراحه، انا نفسيتي تعبت ومش قادر اذاكر، والظروف والدنيا في اسباب فشل مبتبقاش باينه، بس ده سبب فشل باين. يعني ايه؟ يعني مثلا انت حضرتك لما تبطل تذاكر، هل شايف ان ده في نسبه 1 من 1,000,000% انك تنجح؟ استحاله. طب حد يقول لي ما انا خايف محققش حلمي. طب هقول لك حاجه، انت مثلا دلوقتي هنا مثلا، تمام، قدامك مسار من اتنين، واحد اتنين. المسار الاول انك انت تذاكر، المسار التاني انك تبطل تذاكر. انك انت تذاكر حتى لو فيها 1% امل انك انت تجيب مجموعك، بس فيها 1% امل. هنا ال1% ده اتداس عليه بالجزمة، ما عادش موجود اصلا، ما عادش فيه 1% ولا عاد فيه حتى ربع في المية. 1 من 1,000,000% مش موجود اصلا. تمام، انت يا هتفشل يا هتفشل، وده باين قوي. يعني انت مفيش حد ما بيبقاش بيذاكر ويخش ثانويه عامه يجيب مجموع. هيقول لي بالحرام وبتاع مش عارف ايه وتغش، براحتك، انت المسؤول في الاول وفي الاخر عن اللي انت عايز تعمله. والكلام ده قبل كده عن الغش برضه كتير قوي. وافشل حاجه ممكن تعملها في حياتك هي انك تخش كليه في ثانويه عامه بالغش. هتبقى قاعد في الكليه، الكليه صعبه، داخل طب بشري مثلا، الكليه صعبه، حاسس ان انت دايما مكانك مش هنا، حاسس الناس اللي حواليك كلها احسن منك وانت الوحيد اللي ناقص فيه. ليه؟ ما انت داخل كليه مش بمزاجك، داخل كليه مش بمجهودك ولا ايه؟ تمام. شايف ان انت دايما هتبقى حاسس مطمن؟ لا، عمرك ما هتكون مطمن. ليه؟ حاسس ان المكان مش مكانك، انت ما سبتش ربنا يختار لك، انت اخترت بنفسك الطريق. فذاكر حب اخوك، ودايما حط امك وابوك قدام عينك. اقسم بالله الناس ديت انت لو طلعت دلوقتي وقلت لهم يا جماعه انا حاسس ان اللي بعمله مش لازم وهبطل اذاكر، هيطلبوا ساكتين. تمام، الناس دي طلعانة ليه؟ فانت اعمل عشانهم حتى نص يا عم اللي هم يستاهلوا انك تعمله عشانهم. هم ما يستاهلوش تعمل حاجة عشانهم؟ اعتقد يستاهلوا يعني. بس كده، استاذ صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف على خير. سلام.